اخصائي في المونتاج انا اسامه. طب يلا. طبعا احنا يعني في بدايه الحلقه بص بنعمل قط ونرجع كده فاهم. ماشي. يعني حاضر. يعني ماشي بنعمل كده وبنعمل قط حاضر. في المونتاج تمام. يلا 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 بص يلا يعني واحده ماشي. يلا. اقوم اقعد ولا ايه؟ شغل عروس. في حد اقوم اقعد. في حد يعرف، في حد يعمل الهبل ده عبد الله؟ ما هو. ماشي صلى على النبي. على السلام. شبابنا ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. الفيديو دوت هيكون بداية حلقات ازاي تعرف الكلية بتاعتك تمام. واحنا طبعا ربنا وفقنا كده في ان احنا نختار اول كلية. اول كلية لبسنا فيها طبعا الكابتن عبد الله هو اللي كان فاضي معانا. اول واحد كلية الشعب تربية رياضية. فطبعا بقى بعيدا عن الضحك هو صديقي تمام. وان شاء الله هيبص كل حاجة انت محتاج تعرفها عن الكلية هقولها لك ان شاء الله في قلب الفيديو تمام. نبدأ بأول سؤال. الكلية بتاخد من كام يا كابتن؟ هي بتختلف على حسب كل سنه، يعني انا السنه بتاعتي كانت 73% وكسور. في السنه اللي بعدها 68%. السنه اللي بعدها 50%. فهي بتختلف من كل سنه وسنه يعني. بس ده في الازهر. ده في الازهر. ده في الازهر انا مش دعوه. مش في العام ممكن بتاخد من 50% تربيه رياضيه بنها عادي يعني. بس حلوان بتاخد اعلى من كده حاجات بسيطه يعني. تمام يعني هي في رينج مثلا من 50 لحد 60 كام؟ مثلا لحد 70 حاجه مثلا 70 تحت بس 70 70 كده تحت ال 70 يعني. 70 مش هتوصل. لا كده كده تحت ال 70 تمام. اصلا طبعا طبعا في اوقات خدت من 50% وكده كده علمي بتاخد من 50%، انما ادبي بتاخد ممكن اعلى حاجات بسيطه يعني كام في المية بالغالين يعني. تمام. تقدر تقول لنا ايه الاقسام بقى بتاعت الكليه؟ بص احنا عندنا اقسام مانحه واقسام غير مانحه. يعني اقسام غير مانحه دي حاجه زي مثلا علوم صحه. هي دي غير مانحه. يعني ايه غير مانحه؟ يعني هي موجوده اوريدي عندنا بس مش ما تقدرش انك تتخصص فيها بس. هي بتضيف للثلاث اقسام التانيين الاساسيين اللي عندنا. احنا عندنا اداره تدريس تدريب، دول الثلاث اقسام الموجودين عادي. يعني انا برضه ما فهمتش يعني مانحه. مانحه او غير مانحه يعني في الشهاده مش هتكتب لك ان انت خريج قسم كذا، لا انت لازم تاخد تدريب اداره تدريس، تاخد قسم واحد من الثلاثه. العلوم الصحه دي التشريح الوظيفي، التشريح الوصفي، فيها اللي هي الحاجات اللي هي تبع علوم الصحه تبع القسم. فالقسم عندنا في الازهر عموما حتى الان هو قسم غير مانح. يعني غير مانح يعني ما تقدرش تتخصص فيه بس. يعني هو ده ما تقدرش تتخصص فيه هو بس. يعني حاجه مش حاجه بالظبط زي القسم علمي هتاخدها وهتاخد معاها حاجه كمان. بالظبط كده كده انت كده مش هتاخدها، كده كده هتاخدها غصب عنك لو دخلت تدريب او اداره او تدريس. دول الثلاث اقسام اللي عندنا. ثلاث اقسام هم ايه وايه بقى؟ تدريب تدريس اداره. تدريب تدريس اداره. تمام قوي زي الفل. في اقسام تانية بقى غير مانحه؟ لا هم دول هو مانحه بس. المانحه دول اللي انت هتختار منهم في بدايه ثالثه. يعني وانت داخل ثالثه هتختار قسم منهم وهتختار لعبه جماعيه ولعبه فرديه. لكن في اول سنه اولى بيبقى جنرال. اولى وثانيه جنرال. بتاخد 10 كل مواد كل ترم مختلفين عن 10 مواد بتوع الترم الثاني. زي هندسه كده اول مثلا سنه اعدادي هندسه بتبقى كلها جنرال. بتاخد تقريبا 40 ماده في سنتين مختلفين كل ترم عن الترم الثاني. مش نفس الحاجه. تمام. بعد كده بقى بتتخصص من سنه ثالثه الثلاث اقسام من دول. سنه ثالثه بعد على طول النتيجه في سنه ثانيه بيبتدي ياخد تخصصات. والاقسام دي على حسب المجموع. بص هي في الاول بتتفتح عادي بس اول حاجه بتخلص وبتقفل هي تدريب. يعني تدريب هي اول حاجه ايه يعني دي الاقبال عليها جبري يعني. الاقبال عليها مع انها اكتر قسم فيه مرمطه. اقل قسم في المرمطه هو اداره. يعني مرتاحين قوي يعني هم دول بتوع نضاره شمس وبتاع فالدنيا اريح شويه. هم بيتمرمطوا برضه بس هم اريح حاجه. التدريس كده منفوخين في امتحانات وفي الملعب ويمين وشمال. دراسه بقى لازم يبقى يذاكر. يعني تدريب هي تقدر تقول انها اعلى قسم. واريح حاجه. لا مش اريح، هي صعبه جدا بس مش جدا يعني هي صعبه ولكن هي اول قسم بيقفل. يعني اول قسم خلاص كده وبياخد اعلى وممكن كان مش مفيش مذاكره كتير برضه. غالبا بياخد من الامتياز وجيد جدا. ولما بيقل شويه ممكن ياخد كام عدد قليل من الجيد. تمام. السؤال الثالث معانا، الكليه دي حلال ولا حرام؟ انا بقى هفهمك. انا فاهم الفكره. في العاب مثلا زي الالعاب القتاليه يقول لك حرام ضرب الوش. ولكن احنا عندنا ادله كتير موجوده. انت كده كده في الفقه بندرس اصلا في الفقه ماده الفقه ان انت ترد اصلا على اللي بيقول لك ان اللعبه بتاعتك دي حرام او حلال. لان المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. موضوع ده حاجه. وعامه الحديث مش اتجاهه كده بس احنا ممكن ناخدها يعني في الاتجاه ده ولها تفسير في ده.
وفي طبعا في يعني ادله كتير لو قعدنا نفتح فيها من هنا لبكره مش هتخلص. طبعا انا مش عارفهم فبقول كده عشان ايه. لا طب انت برضو ما فهمتش قصدي. يعني في اقصد حاجات زي الكليه دي حلال للبنات ولا مش حلال؟ لا هي عندنا في الازهر حلال طبعا، لان انت الازهر عندنا البنات لوحدهم خالص. حلال للبنات يعني هقول لك. اقصد يعني البنت لبسها فيها لا برضو مش هقول لك لبس هقول لك شرعي. هقول لك يعني انت فاهمني؟ هقول لك اول حاجه اللي بيدرسوا للبنات موجودين هم مش مفيش خالص رجاله، يعني التدريس الرجاله موجود في المدرجات، انما في ارض الملعب انت معاك واحده هي اللي بتدرس. في نفس الوقت انت طبعا موجود الحجاب عادي مفيش اي مشكله. هم لوحدهم خالص في مكان غيرنا خالص، يعني احنا ما بنشوفهمش اوريدي، ما بنشوفهمش اصلا. هم في مكان غيرنا، يعني احنا لا هنشوفهم ولا هم هيشوفونا ولا في اصلا رجال هتدرس لهم العملي، هم بيدرسوا لهم النظري بس. تمام. فموضوع ده لا فهو انا بس اتجاهي في فكره ان هو اللبس نفسه يعني هو او بتبقى التعرض، ممكن تتعرض يعني ايه، هو ممكن تتعرض للرجاله بصوره مباشره، يعني في اي وقت ممكن تلاقي تتعرض للرجاله ولبسها محدد جسمها. لا هو اللبس محدد الجسم ده موضوع على نوع الاستريتش ومش عارف ايه، لا دي حاجات مش اساسيه، انت طبيعي ممكن ما تلبسهاش، ممكن تلبس حاجات واسعه مفيش اي مشكله. يعني على حسب الشخص، يعني هو الشخص ممكن يخليها حلال وممكن يخليها حرام. هو كل حاجه انت ممكن دي تخليها حلال وممكن في ايدك تخليها حرام. تمام. طب هل اقدر اشتغل كابتن جنب الكليه؟ يعني مثلا حلو سؤال. وقت الكليه سؤال صح جدا. من كليه التربيه الرياضيه هي من اكتر الكليات، او يمكن هي مش الوحيده بس هي اكتر كليه تقدر تشتغل فيها وانت موجود في الكليه وتتعامل زيك زي الخريج. يعني هي تقاس بالكفاءه مش بالسن ولا بالوقت اللي انت مقضيه في قلب الكليه، هي الموضوع كله كفاءه. فانت تقدر تشتغل من سنه اولى، يعني انا الحمد لله اترميت في سنه اولى ان انا اشتغل. ارمي نفسك عشان تقدر يعني تشتغل. المفروض يحط نفسه مرمط عشان سنه ثالثه لو جت عليك انت مش تبقى قبل ان انت تنزل تتمرمط عادي، هتنزل تشتغل وببلاش في الاول، بعد كده بتبتدي تاخد مواصلاتك دي بتبقى عن نفسي انا كنت باخد 600 جنيه مواصلاتي يعني. في البدايه بس كده بتتعب يعني 3 ايام. انا بتكلم على 3 ايام عامه. احنا في شغل الكوره كنت انا كرة قدم، فكنت بشتغل 3 ايام في مكان، فكنت باخد 600 جنيه في الشهر، يعني 12 تمرينه 600 جنيه ده مواصلاتي. بعد كده بقت 1000، بقى 1000 ونص، بقت 2000 2000 ونص. الموضوع ايه مع الخبره والكفاءه والوقت ده بيزيد طبعا. لان انا بقول لك الكليه بتاعتنا هي كفاءه. والافضل انه يرمي نفسه في الشغل ده اساسي، يعني انا اعتقد ان الشغل دوت في وقت الكليه ده شيء اساسي اصلا، ما بقاش اوبشن. يعني هو كده انت هتشتغل حتى لو مش في مجالك، هتشتغل في مجال الكليه في وقت الكليه يعني. وحتى لو ترمي نفسك، بس هي الفكره في التربيه الرياضيه حتى لو انت مش محتاج الفلوس بالظبط. هي التربيه الرياضيه فيها ميزه ان انت هتشتغل زيك زي الخريج. يعني انا ممكن في مجالك برضه بالظبط، في مجال انت اصلا هتتخرج تشتغل فيه، فانت هتتعامل زيك زي الخريج. ممكن يبقى انت لسه عندك 22 سنه في او مش 21 سنه في سنه ثالثه، وبتتعامل في مكان الشغل بتاعك زيك زي اللي عنده 40 سنه وعنده زي 30 سنه وبتاخد نفس فلوسه، بس على حسب الجوده بتاعتك. لو انت وصلت في وقت قليل للجوده وكفاءه عاليه ان انت تقدر تتساوى بالراجل ده. طيب هل الانجليزي مهم في الكليه دي؟ سؤال حلو. هي الدراسه اصلا بالانجليزي؟ الانجليزي عموما لا، احنا عندنا المصطلحات ممكن انجليزي في التشريح الوظيفي، تشريح الوصفي، بعض المواد يعني. بعض المواد فيها طبعا انجليزي، بس هو نصيحه شخصيه، انت حاول ان انت تتعلم انجليزي مهما كان مجالك مهما كان مكانك، لان احنا دايما عندنا المدربين كلها في مكانك، المكان تاني خالص الانجليزي. يعني انت لو مدرب بانجليزي اكتر في مكان تاني. في بعض عندنا مرتب اعلى طبعا، وبعض الانديه عندنا مثلا زي وادي دجله شرط اساسي عشان تشتغل في وادي دجله، بعيدا عن الكفاءه وبعيدا عن الرخص التدريبيه وعن كل ده، لا انت عايزين حد بيشتغل، حد يكون يجيد اللغه الانجليزيه، يجيد اللغه الانجليزيه مش بس في الملعب، ده ايدج لوحده بالظبط. يعني انا مثلا عن نفسي انا بجيد اللغه الانجليزيه في الملعب كمصطلحات، انما ما بجيدهاش كحديث ككلام وتقدر سبيكنج وكده وطلاقه بالظبط. فهي دي حاجه مهمه جدا ان انت تقدر تعملها من بدري، هتفرق معاك جدا. تمام. طيب يعني احنا الانجليزي ده مهم جدا عامه، هو عامه الانجليزي عامه دلوقتي بقى مهم جدا حتى لو عايز تسافر برضه ده حاجه طبعا هيفرق معاك جدا. يعني مثلا تلاقي يعني دول الخليج كلها محتاجه انجليزي، مع ان دول الخليج هي عربيه بس بيحتاجوا ان انت معاك هنا لغه يا باشا. وبعدين الكابتن برضه بيتعامل مع مثلا ثقافات مختلفه، لعيبه جايه من بره كده، ده يعني ربنا يكرمك وكده وتبقى ايه مدرب كبير يعني حتى يعني انت ممكن تبقى الانجليزي بتاعك مصطلحات، لا اتكلم انجليزي مش بطلاقه لكن يبقى جيد على الاقل. الانجليزي عندك جيد. تمام.
طيب ايه الشغل اللي انا ممكن اشتغله؟ يعني مثلا ايه؟ يعني مثلا انت دلوقتي حضرتك شغال في التدريب، تمام؟ في واحد تاني شغال في الجمباز، واحد شغال في السباحه، هل هي مختصره على كده يعني تدريب سباحه جمباز وخلاص كده؟ هقول لك اول ولا حاجه، ايه تاني؟ اول حاجه هي احنا عندنا العاب كتير. زي تمام؟ ايه بقى؟ العاب فرديه رتبهم لي كده واحده واحده كده. بتقسم جزئين، مم. فردي وجماعي. مم. من بدايه الثالثه انت بتختار لعبه فرديه ولعبه جماعيه. وعامه التخصص بتاعك في الكليه، انا بتكلم على الازهر دلوقتي، التخصص بتاعك في الكليه هو مش بيحدد مجال شغلك بره. تمام. انا ما عنديش مشكله اتخصص في حاجه وابقى شغال بره حاجه تانية خالص. يتخصص في سباحه ومشتغل مثلا بالظبط، فيتنس بره بالظبط. مثلا. هي دي الفكره. مم. احنا شغال بره يعني حاجه تدوس تانية. في اللي يجيب فلوس لا كويس. هي في واللي الكليه، تحبه عامة في برضه. الكليه عندنا اقول لك بيحسبوها حسبه ايه. الدكتور ده بيدي امتيازات، فانا اروح للامتيازات وكده كده انا جاي شغال بره، فانا مش محتاج ان انا اخد حاجه من الكليه، لان انا بصراحه لا، اللي هيفيدك هو مجال الشغل بره اكتر من الكليه. الكليه هي سلمه، انما اللي هيفيدك فعلا هو كورسات وشغلك على نفسك بره. الخبره لا لا، كلمه حقيقيه فعلا، ان الكليه هي سلمه. بالظبط. يعني انت اصلا الواحد مننا برضو حتى لو سواء في طب، في هندسه، في هندسه الكليه بتعلمك البيزكس، بتعلمكش كل حاجه يعني. بالظبط، هي الاساسيات بس، هي الاساس بس. انت هيقول لك امشي من هنا، انت بقى هتكمل توصل بقى للمكان اللي انت تقدر توصل. الكليه مهمه في حاله ان انت هتكمل في شغل اكاديمي تبع الكليه، لازم تهتم بالكليه وتجيب امتياز. ما بقاش زي الاول ان انا لا اجيب امتيازات في الكليه واركز في كليتي واجيب امتيازات واتعين معيد. المرتبات مش احسن حاجه وما بقتش زي الاول. يعني احنا عندنا في طب بيحتاجوا كل سنه 150، بياخدوا اول 150 على الدفعه. ال 150 دول 120 منهم مثلا ما بيكملش اصلا، ما بيشتغلش، بيشتغل في تدريس، يعني كمعيد. يعني ليه؟ لان المرتب مش احسن حاجه، تمامني؟ فالشغل الكليه اهتمامك فيها ده لو انت هتكمل في شغل اكاديمي هتدرس كده بس، ده اللي انت عايزه يعني. هو ده طبعا. وممكن واحد يكون عايز يدرس بس يدرس بره مصر بقى، يعني انت فاهمني؟ انت ايه بقى بره ده نقطه. تمام. يعني كل واحد برضو يحدد هدفه وعايز ايه ويسعى ليه، هو الطريق بتاعه كذا. لكن معظم الناس اكيد مش معظم الناس بجد ما بيحبوش التدريس، يعني فاهمني؟ فكله بيلجأ بقى انه هو اللي ما حدش يختلف عليه، ان انت تطور نفسك بره، يعني بره الكليه عامه، تعلم كورسات. الانجليزي ده مهم جدا جدا جدا، هو ده البوابه لاي حاجه اصلا. بس احنا برضو رحنا في اتجاه تاني، واحنا ما عرفناش برضو الالعاب. وهل الالعاب دي اصلا موجوده في كليه التربيه الرياضيه جامعه الازهر اصلا؟ هقول لك، احنا عندنا العاب كتير بس مش كلها متواجده. يعني مثلا زي احنا ما عندناش بدل، يعني في اماكن فيها بدل، في اماكن فيها العاب هي مش موجوده عندنا. يعني احنا عندنا الاساسيات او الالعاب اللي هي المشهوره اكتر. يعني عندنا سباحه، عندنا فردي وجماعي، بنقسمها اول فردي وجماعي. عامه عندنا الفردي دوت اللي هو ايه؟ الفردي العاب فرديه زي ملاكمه، العاب القتاليه، ملاكمه، جودو، كاراتيه. عندك بقى سباحه، كل دي فردي. ماشي. جماعي عندك كرة قدم، عندك باسكت بول، عندك حاجه فيها تيم عامه. الهاند بول كله اي جماعي. حاجه اي لعبه بالظبط. انت بتتخصص من ثالثه بتختار لعبه فرديه، جماعي. لعبه فرديه ولعبه ايه؟ جماعيه. والافضل بقى العام هقول لك، العام بيختاروا في لعبه واحده، احنا عندنا بنختار لعبتين. دي حاجه يعني ده اوبشن كويس، ده حاجه ميزه على فكره. بالظبط، تبقى عندك الفردي والجماعي مع بعض. الاحسن في مجال الشغل بره والاحسن في الكليه عندنا. في الكليه عندنا انا يعني الفترة يعني من سنتين بالظبط كان كله بيدخل كرة قدم في الجماعي. حتى اللي ما يعرفش يعني ايه كرة قدم هو بيدخل كرة قدم، لان كان عندنا فترة بيدوا امتيازات جدا، يعني امتيازات تاخد امتياز والقليل فعلا بياخد جيد. جه الفترة الأخيرة يعني الدكتور طبعا اتغير، أستاذ المادة، فاللي مسك موجود حاليا لا، قال لك أنا اللي عايزه في كرة القدم يبقى لاعب كرة قدم، ان هو يجيد اللعبة نفسها. تمام. يعني انا انت عايز تخش سباحة لازم تبقى تعرف تعوم. بالظبط. انا ده اللي حصل فعلا في السباحه. والدكتور خالد صلاح عندنا، استاذ دكتور خالد صلاح، عشان بيزعل ان حد يقول له دكتور، بس استاذ دكتور خالد صلاح هو عامه وكيل كليه الوكيل الدراسات العليا عندنا دلوقتي. يعني حرفيا هو قالها لنا، يعني اللي داخل سباحه من ثالثه لو ما بتعرفش تعوم انا هسقطك. الاربع عومات كاملين. فهي دلوقتي الاتجاه في الكليه ان ما تروحش للامتياز، لا روح للي انت بتعرف تلعبه او اللي انت حاسس نفسك فيه. حتى مش لازم تكون بتعرف تلعبه. انا متخصص ملاكمه في الفردي، وكان عمري في حياتي ما لعبت ملاكمه، ولكن انا وما فيهاش امتيازات. الدكتور عادل صبري يعني مشلفطنا على الاخر، يعني بامانه يعني. بس انا حابب ان انا اتعلمها، ف دوست فيها. دي في ايه بالنسبه للكليه. في مجال الشغل بره كل الالعاب زي بعضها،
تمام. الفكره في الاجتهاد اللي بتاعك بقى. يفرق في الاجتهاد والكفاءه بتاعتك، انت هتتمرمط امتى. مم. وهي نصيحه حابب اقولها لهم، يعني اتمرمط بدري. بدري بدري. بدري فعلا. اللي بدا امبارح احسن من اللي بدا النهارده. بالظبط. اللي بدا انت اتمرمط بدري. مم. ولازم ترمي نفسك. أيوة. يعني ما تستناش فرصه. لا انا يعني لقيت مكان وانا حاسس ان المكان ده مش كويس، مش هتعلم منه، لا ارمي نفسك فيه لحد ما تلاقي مكان كويس. بس هي هو ارمي نفسك وخلاص. أهم هي حاجة ترمي التجربه نفسك. اهم حاجه التجربه. بالظبط. ما اصل انت مش هتعمل دي السلمه البدايه يعني. انت مش هتتعلم من غير ما ايه، من غير ما تجرب، أيوة من غير صح. ما تتمرمط، وغير ما يبقى فيه مشكله ويبقى 2 مشكلتين و3 و4 وتحل ده بعدين. صح. تمام. احنا كده خلصنا يا كابتن، ولو عايز تقول اي كلمه بس ليهم في الاخر كده. هي اي كليه عموما مش تربيه رياضيه بس، يعني اتمرمط بدري. بدري ما انت لسه قايل بدري. الجملتين. لا دي مهمه جدا. انا ما عرفتش قيمتها غير لما فعلا حاسس بيها بعد كده. يعني انا لو ما كنتش اتمرمطت في اولى، في ثالثه انا حسيت ان انا كبرت. يعني انت في ثالثه هتحس انت كبرت. اللي هيبدا في اولى مش زي اللي هيبدا في سنه لا انت رابعه. في ثالثه مثلا او في رابعه هتحس انها قليل قوي ان انا انزل اتمرمط مع مدير فني او مع مدرب يجيبني. اصل انت هتنزل تتعلم، هات الكونزات دي حطها هنا، هات ده حطه هنا، اشتغل مع ده ساعده هو ده. وتاخد 600 جنيه و700 جنيه و1000 جنيه ومواصلاتك. انت في ثالثه ورابعه تحس ان انت كبرت على الموضوع ده، مش هتقدر ان انت ايه، كبرت على 600 جنيه. بالظبط. فعلا كبرت ازاي واحد في شحط كده كبير كده. بالظبط. انا لسه متخرج ولسه باخد 600 جنيه. هتبقى صعبه وهتحسها في نفسك، لا انا مش عايز اعمل كده، على طول هتعمل كارير شيفت وتشتغل اي حاجه. وده اللي احنا مش عايزينه. لا حرفيا ده اللي احنا مش عايزينه. وفي حاجه دلوقتي في الازهر عموما، يعني الحمد لله انا هكلمك عن المجال بتاعي ككرة قدم. احنا مسيطرين على المجال دلوقتي بشكل كبير جدا ما شاء الله. يعني الازهر في مجال كرة القدم ما شاء الله دلوقتي يعني ماسكين في اماكن كويسه جدا جدا، واشهر مديرين فنيين في معظم الاماكن. ده في كرة القدم، مش بس في كرة القدم، في السباحه. يعني ما شاء الله ما فيش نادي موجود في القاهره ما فيهوش حد ازهر. ده فعلا موجود. لا يا عم الجامعه بتاعتنا لا دلوقتي في تطور. قبل كده كان في دايما يقول لك بتوع الازهر دول حرفيا كده بتوع بلح. على طول بصراحه. كان يتقال لك كده ان كانت قسم في كليه تربيه وما كانش بيهتموا بحاجه، والموضوع ما كانش احسن حاجه. انا خريج الدفعه 13. يعني هي 13 ايه، 13 تيجي تشوف مثلا جامعه حلوان الحاجه 50 حاجه و60. الجامعه بقى لها كتير. هي طبعا حلوان طبعا كانت مسيطره على سوق القاهره عموما بشكل كبير جدا، كان عدد اكبر جدا وعندهم كفاءات عاليه. دلوقتي احنا عندنا دكاتره في الكليه لا فعلا الكلمه منهم بره بفلوس. ده بجد. يعني تشوفهم بيدوا كورسات في اماكن بره بفلوس. يعني انا كان مثلا الدكتور احمد طه ده بيدي الرخصه الايه في اليويفا ايه من الاتحاد الافريقي. لا يعني دي رخصه عاليه جدا. ان الراجل ده معاك في الكليه، انت مش مستوعب يعني عادي. الراجل ده بتشوفه في الكليه فانت ايه مش في دماغك ده، بس الراجل ده عالي جدا جدا في المجال بره. حد زي الاستاذ دكتور خالد صلاح، لا حد قيمه وقامه. الدكتور عادل صبري، لا حد من الناس اللي هي فعلا بره اسمها موجود واسمها معروف جدا. بس الناس دي تعبت اكيد يعني في دكاتره كتير، بس عشان ما ننساش حد، بس هم كلهم فعلا لا ناس كويسه جدا. يعني هو احنا عامه الفيديو مش للازهر بس، يعني هو الفيديو هو عموما انا بقول عموما الازهر. احنا اتكلمنا اصلا على تفاصيل الكليه، والفكره الاساسيه ان انت تجتهد يعني، وربنا يكرمك. ده في اي كليه يعني. تمام. متشكرين يا كوتش. ان شاء الله بقى ايه نستضيفك انت في مكان تاني احسن كده ان شاء الله. والله انا مبسوط ان انا كنت معاك الساعه اللي ورايا دي كوره واقفه على الساعه 10 من بقالها شهر. الف سلامه شباب. ده جزء من ايه؟ ماشي. من احترافات التصوير. انت ما دهنش بتاع ده ابيض قوي ليه؟ ولا ما قضيتش ولا ايه؟ هفهمك دلوقتي. البتاعه دي بص من تحت كده، يعني انزل لونها ايه؟ ازرق. الراجل كان دهنها، راجل مرقعها لي فاهم؟ ماشي. من سنتين. ماشي. فراح دهنها الدهان ده وباين فيها ايه؟ ازرق. المهم ابن الابله منار ربنا يشفيه وربنا يبارك فيه، هو ماله؟ بالقلم الفلوماستر وراح كده. فانا افضل معايا شويه بوهيه. انا اوريدي اصلا بنصور. طب يلا. واصلا والله العظيم كل ده يعني كل ده احنا من كواليس هتنزل كواليس.